أغلى عملة بتمتلكها في حياتك مش هي الفلوس ولا هي الوقت. أغلى حاجة عندك هي انتباهك، والمكان اللي بتصرف فيه انتباهك هو اللي بيحدد شكل مستقبلك وقوة شخصيتك. الحقيقة المرة إننا عايشين في عصر هدفه الأساسي هو سرقة وعيك وتشتيتك في ألف اتجاه عشان تفضل دايما في حالة من التوهان الذهني. المأساة بتبدأ من حركة بسيطة بنشوفها كل يوم، لما بتمد إيدك وتمسك تليفونك عشان تعمل حاجة محددة، وفجأة تلاقي نفسك غرقت في دوامة التقليب اللي ملوش نهاية. إيدك بتتحرك وعينك بتستهلك صور وفيديوهات وحكايات ما بتضيفش لعقلك غير الفراغ، وفجأة ترفع عينك وتكتشف إن في ساعة أو ساعتين من عمرك طاروا في الهوا من غير أي نتيجة. ده مش مجرد تضييع وقت، ده استنزاف كامل لوعيك وتركيزك. والموضوع مش واقف بس عند الشاشة، ده بيمتد للناس اللي حواليك. في ناس كل دورها في الحياة إنها تكون ثقوب سودا بتشفط طاقتك، يشدك لكلام ملوش لازمة وقصص مكررة ومناقشات عميقة بتطلع منها وانت حاسس بتقل في روحك وهبوط في عزيمتك. الناس دي بتسرق منك أغلى ما تملك بكل بساطة ومن غير ما تحس. الشخصية اللي ليها تقل وهيبة بجد هي اللي بتمتلك القدرة على حماية تركيزها، يعني تكون انت اللي بتقرر عقلك يفكر في ايه، مش المشتتات اللي حواليك هي اللي تسحبك للي هي عايزاه. لما بتتعلم تقفل الأبواب اللي بتسرب طاقتك الذهنية بتبدأ تكتشف ان عندك قدرات مهولة كانت ضايعة في الفراغ. الهيبة الحقيقية بتظهر في الوضوح العقلاني، إنك تكون شخص عارف هدفه بدقة وما بيسمحش لأي ضوضاء إنها تعطله. افتكر دايما إن انتباهك هو وقود نجاحك، لو استنزفته في شيء تافه هتفضل مكانك، لكن لو قدرت تحكم السيطرة على عقلك أو توجهه للي بيبنيك بجد هتبقى قوة لا يمكن إيقافها. العظمة مش في كتر المعلومات، العظمة في جودة التركيز. احمي عقلك من العبث وخلي وعيك هو الحارس اللي ما بيغفلش عن مصلحتك، لأن الشخص اللي بيملك عقله بيملك مصيره بالكامل. هنا ينتهي التشتيت وتبدأ انت.